السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة راجعه لكم بوصفة حلوة وسهلة وسريعة، ومش هننسى زي كل مرة ان اول ما نبدأ الفيديو نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنبدأ وصفتنا على طول على السريع، عبارة عن كوبايتين من المية الدافية مع معلقتين من السكر. الوصفة ديت عبارة عن عجينة ال10 دقايق، اكيد كلنا عارفينها بس احنا بنذكر بعض، او لو في بنوتات جديدة عايزة تتعلم. وظرف من الخميرة الفورية او فيما يعادل معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. تمام كده، وهنبتدي نقلبهم كويس. هنراجع مع بعض تاني. يبقى كوبايتين من المية الدافية، معلقتين من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. المكونات سهلة جدا وبسيطة. وهنبتدي نحط مع بعض كوبايتين من الدقيق. تمام كده، وذرة ملح، ونبتدي نقلبهم مع بعض تاني. يبقى مكوناتنا هنعيدها تاني عشان نحفظها لانها سهله وسريعه. عباره عن كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الميه الدافيه، معلقتين من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وذره ملح. وهنبتدي نقلبها كويس جدا بحيث ان ما يكونش فيها اي تكتلات. يلا نذكر بعض زي كل فيديو ونقول لا حول ولا قوه الا بالله ولا منجى من الله الا اليه، لان فضل الذكر ده كبير جدا، بيسر 99 داء ايسرهم الهم، وربنا يعافينا كلنا من الهم يا رب. هنبتدي نقلبها زي ما انتم شايفين كده، وهتلاقوها ما شاء الله بقت جميله جدا. شوفوا سايله وما فيهاش اي تكتلات. في الفتره دي هنغطيها بطبق او بستريتش لو موجود عندك، بصراحه مش عندي فحطيت طبق. وهنسيبها لمده 10 دقائق بالظبط. هنرجع تاني بالخطوه التانية لان العجينه عباره عن خطوتين. نص كوبايه زيت، معلقه سحريه اللي هي عباره عن الخل اللي بيخلي كل معجناتنا هشه وخفيفه، ومعلقه من الزبادي. بصراحه هو المفروض الوصفه تكون معلقتين من اللبن النيدو او اللبن البودره، بس انا مش متوفر عندي فهحط معلقه زبادي، هتخلي العجينه برضو طريه وحلوه جدا معايا. وهبتدي انزل ب3 كوبايات دقيق. يبقى الخطوه الثانيه بتاعتنا عباره عن 3 كوبايات دقيق، وعباره عن نص كوبايه زيت، وعباره عن معلقه زبادي او معلقتين من لبن البودره، ومعاهم نص معلقه بيكنج باودر عشان تخليها هشه معانا زياده. هنبتدي نقلب كل المكونات دي مع بعض ونخلطها نفضل نعجن فيها على الاقل 10 دقايق برضو عجن، بحيث تبقى معانا عجينه طريه وناعمه وحلوه جدا ومش بتلزق في ايديك. وهنبتدي نقطعها مع بعض. نفرد العجينه على الرخامه ونقطعها دوائر صغيره ونبتدي نحشيها. معلش والله انا اسفه جدا، انا مش عارفه المقطع اللي فردت فيه العجينه راح فين، مش عارفه، في المونتاج اختفى. معلش انتوا عارفين عشان انا لسه جديده، مش عارفه المقطع راح فين، انا بعتذر جدا والله. في الفتره دي انا المقطع اللي اتحذف ده، المفروض ان انا فردت العجينه على الرخامه وقطعتها دوائر وحشيتها. والحشوه معانا اللي انت تحبيها، اي حشوه عندك في البيت تقدري تحطيها فيها. انا كنت عامله جبنه وزيتون وجبنه وجزر مبشور. وهبتدي اقفلها زي ما انتم شايفين اطرافها بالشوكه، وهبتدي ادهن وشها بخليط عباره عن معلقتين من اللبن وشويه من النسكافيه ونص معلقه سكر، عشان يخلي الوش لونه احمر والسمسم يلزق فيها وحبه البركه. طبعا انا بحب احط سمسم وبحب احط حبه البركه، علشان الاولاد ما شاء الله انت عارفاهم مش دايما بيكونوا بيحبوا ياكلوا حبه البركه، فلو انا دخلتها لهم في معجنات بيحبوها هيستفادوا منها. وطبعا حبه البركه سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، فوائدها حلوه وكتيره جدا. هنبتدي نرش الوش بتاعها. طبعا انا فرقت الحشوتين، حشوه حطيت لها السمسم وحشوه حطيت لها حبه البركه، والله كان طعمها لذيذ جدا ما شاء الله. هنبتدي ندخل الصواني في الفرن مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. الاول هتبقى على النار تحت، بكون مسخنه الفرن من قبلها، وبعد كده لو الوش عايز يتحمر شويه عادي بشغل الشوايه. ايه رايكم بقى في الفطاير؟ يا رب تعجبكم ان شاء الله وتكون جميله، والله هي هشه وخفيفه وحلوه قوي وسهله وسريعه، في اي وقت تقدري تقومي تعمليها. يا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. بالله عليكم ما تنسوني في لايك حلو زيكم علشان الفيديو يترفع، وبالله عليكم كومنت بقى كمان حلو زيكم.